نبدأ بتحضير أرز المنسف. نحتاج أرز مصري مطبوخ بالطريقة المعتادة للمنسف، متبل بالكركم ومرق اللحم. يجب أن يكون الأرز بارداً وجافاً لسهولة التشكيل. الخطوة الأهم: حشو الأرز. نأخذ كمية من الأرز ونضع في قلبها قطعة من لحم الضرغ المفتت المطهو بالجميد الغني. نشكلها كرة متماسكة ومغلقة جيداً لضمان عدم خروج الحشوة أثناء القلي. نغطي الكرات بالترتيب: طحين، ثم بيض مخفوق، وأخيراً البقسماط فتات الخبز المتبل قليلاً. يجب أن تكون الطبقة الخارجية متساوية ومحكمة لضمان القرمشة الذهبية. نقل الكرات في زيت غزير ساخن بدرجة حرارة 180 مئوية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة تماماً. لا تحتاج وقتاً طويلاً لأن الحشوة مطبوخة مسبقاً. للتقديم نسكب الجميد السائل الدافئ في قاع طبق التقديم الفاخر، ثم نرتب كرات المنسف المقلية فوقه ونزين بلمسة من البقدونس والصنوبر المحمص. الوصفة الكاملة بكل تفاصيلها وكمياتها الدقيقة تجدونها في صندوق الوصف بالأسفل. وإذا أعجبتكم هذه الوصفة الجنونية لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. أخبروني في التعليقات ما هو الطبق العربي الذي ترغبون بتحويله للمرة القادمة؟